لو لسه في مرحلة إن أنت تجرب إنك تفتح المشروع بتاعك، المفروض نسبة المشروع ده من مجمل ثروتك ده يكون كام في المية؟ يعني مثلا لو أنت مجمل ثروتك كلها كان مليون جنيه، المفروض لو أنت لسه هتجرب تفتح مشروع وهشوف هينجح ولا لأ، لازم تعرف إيه النسبة الصح اللي المفروض تفتح بيها المشروع ده، وليكن مثلا هل هي 5% ولا 10%، وهكذا. السؤال ده مهم جدا لأن معظم الناس بتفشل في المشاريع بتاعتها لأن هي ما بتعرفش تدير رأس مالها بالطريقة الصح، بسبب إن هي مش عارفة تخش برأس مال قد إيه، وفي ناس بتخش بفلوسها كلها أو نص فلوسها، وده طبعا غلط جدا. خليني اقول لك الصوره بشكل عملي اكتر بدل النظري. انت دلوقتي في مرحله التجارب، يعني نسبه الفشل عاليه، مفيش توقع دقيق للمستقبل بتاعك يكون عامل ازاي، واهم حاجه عندك ان انت تتعلم بسرعه مش تكسب بسرعه. طب ايه هي النسبه الصح من ثروتك اللي انت المفروض تعمل بيها مشروعك؟ القاعده الذهبيه من 5 ل 15% من مجمل ثروتك ماكسيمم انت تعمل بيه المشروع بتاعك. يعني 5% ده لو انت حذر جدا، 10% ده الطبيعي، 15% ده لو انت عايز تغامر شويه. اكتر من النسبه دي هتبقى مخاطره غبيه منك مش شجاعه خالص.